أهلا بيكم. عمركم فكرتوا إيه اللي بيتحكم في مشاعرنا بجد؟ دايما بنرمي اللوم على الظروف والأحداث اللي بتحصل حوالينا ونقول هي السبب في زعلنا أو عصبيتنا. بس الحقيقة اللي هنكتشفها في الشرح ده واللي ممكن تقلب طريقة تفكيرنا 180 درجة هي إن عواطفنا دي بتتأثر بشكل أساسي جدا بالأفكار اللي بتدور جوه دماغنا إحنا، مش بس باللي بيحصل برا. خلينا نبدأ بسؤال محير شوية. ليه ممكن اتنين يمروا بنفس الموقف الصعب بالملي، واحد فيهم ينهار تماما وما يعرفش يتصرف، والتاني يفضل هادي وراسي كده؟ اللغز ده بالظبط هو المحور اللي بيدور حوالين كلامنا، وهو السر اللي العلاج المعرفي السلوكي بيحله بمنتهى البساطة والذكاء. وعشان نفك الشفرة دي هنعتمد النهاردة على واحد من أهم المراجع في المجال ده، وهو كتاب العاقل فوق العاطفة. الكتاب ده مش مجرد شوية كلام نظري أو تنمية بشرية، لا خالص، ده نقدر نعتبره صندوق أدوات نفسي متكامل بيشرح لنا العلم الدقيق وراء إزاي نقدر ندير ونعالج القلق والاكتئاب والغضب بطريقة عملية ومدروسة جدا. طيب خلونا ندخل في الموضوع على طول ونشوف الخريطة اللي هنمشي عليها. أولاً هنتكلم عن قوة العقل فوق العاطفة، وبعدين الرابط بين الفكرة والشعور، وتالت حاجة إزاي نصطاد الأفكار السخنة، ورابعاً تقديم الأفكار دي للمحاكمة، وخامساً تفكيك القناعات الأساسية، وأخيراً الخطوات اليومية للتحكم في المشاعر. نبدأ بأول نقطة معانا وهي قوة العقل فوق العاطفة. الفكرة هنا مبنية على نهج إكلينيكي مثبت بالأدلة، وتحديداً العلاج المعرفي اللي أسسه البروفيسور آرن باك. الطريقة دي أثبتت فعالية رهيبة في التعامل مع القلق والغضب. بس خلي بالكم من نقطة مهمة جداً، السر كله في الممارسة اليومية المستمرة. الموضوع عامل زي الرياضي اللي بيمرن عضلاته كل يوم عشان يقوى. عقلنا كمان محتاج نفس التمارين الذهنية دي عشان يقدر يتحكم في المشاعر. ندخل على النقطة الثانية، الرابط العجيب بين الفكرة والشعور. هنا بقى اللحظة اللي بتنور فيها اللمبة. النقطة الجوهرية هي الفرق الحاسم بين الحدث الخارجي اللي بيحصل والتفسير الداخلي بتاعنا إحنا للحدث ده. إحنا دايماً بنلوم الموقف نفسه، بس الحقيقة إن الموقف أو الحدث في حد ذاته ملوش أي تأثير أو قوة علينا من غير الفكرة أو التفسير اللي إحنا بنلزقه فيه. عشان نوضح ده أكتر خلونا نشوف المثال العبقري ده من الكتاب. تخيلوا السيناريو، لشخص اسمه أليكس موجود في حفلة وفي حد بيتعرف عليه، بس أليكس مبصلوش ولف وشه الناحية التانية. ده مجرد حدث حصل، صح؟ تعالوا بقى نشوف إزاي التفسير اللي في دماغنا ممكن يغير كل حاجة. بصوا إزاي نفس الحدث بالملي ممكن يخلق 3 حقائق عاطفية مختلفة تماماً. لو الفكرة التلقائية اللي جت في دماغ الشخص كانت ده بيتجاهلني ووقح جداً، أكيد الشعور هيكون الغضب. طب لو الفكرة كانت أنا شخص ممل ومحدش طايق يكلمني، الشعور فوراً هيتحول لحزن. لكن لو الفكرة كانت أليكس ده شكله مكسوف أو مش مرتاح في الزحمة، الشعور هنا هيكون التعاطف. شفتوا إزاي حدث واحد، أفكار مختلفة، والنتيجة مشاعر متناقضة تماماً. نروح بقى للنقطة الثالثة، وهي مهارة اصطياد الأفكار التلقائية السخنة. الكتاب بيسمي الأفكار دي الأفكار الساخنة، ودي عبارة عن أفكار بتنط في دماغنا بشكل تلقائي وعفوي جداً، بس الكارثة إنها بتحمل أعلى شحنة عاطفية، وهي اللي بتفجر أقوى درجات الضيق النفسي وممكن حتى الجسدي. التحدي الأكبر لينا هنا هو إننا نتعلم إزاي نصطاد الشرارات الذهنية الخفية دي قبل ما تولع حريقة عاطفية كبيرة وسط ضغوطاتنا اليومية. خلينا ناخد حالة واقعية جداً عشان نفهم أكتر. شخص اسمه فيك قاعد في أمان الله في الشغل، ومديرته ماسكة تقرير وبتقراه. مجرد الحدث البسيط ده خلى فيك يدخل في دوامة من القلق والذعر. تفتكروا ليه؟ ده بيشرح لنا ببراعة إزاي سجل الأفكار بيشتغل. لو حللنا اللي حصل هنلاقي إن فكرة زي هي بتقرأ تقرير ليه عملت له قلق بنسبة 10%. فكرة تانية زي أكيد المبيعات هتبقى سيئة رفعت القلق ل 40%. لكن الفكرة الكارثية بقى اللي هي أنا أكيد هتطرد بين الشغل، هي دي الفكرة السخنة اللي شالت 90% من شحنة القلق كلها. بمجرد ما نحدد الفكرة دي بالظبط إحنا كده حطينا إيدنا على النص العلاج. ودلوقتي جينا للنقطة الرابعة، تقديم الأفكار للمحاكمة. في سؤال عبقري جدا الكتاب بيطرحه هنا. لو في صديق عزيز بيمر بنفس المواقف ده بالظبط وبتدور في دماغه نفس الأفكار دي، إيه النصيحة اللي ممكن نقدمها له؟ السؤال ده بيعمل خدعة ممتازة، بيفصلنا شوية عن الفكرة السخنة بتاعتنا وبيسمح لعقلنا إنه يفكر بموضوعية ومنطق مبني على الأدلة بدل ما نغرق في الخوف والقلق. الهدف الأساسي في المرحلة دي هو إننا نلعب دور المحقق وندور على الدليل. إحنا هنا مش بنحاول نضحك على نفسنا ونفكر بإيجابية مزيفة ونقول يا عم كل حاجة هتبقى تمام وخلاص. لأ،
إحنا بنفصل الحقائق عن المخاوف وبندور على أدلة ملموسة تثبت أو تنفي الفكرة الساخنة دي، عشان في النهاية نقدر نبني فكرة بديلة عقلانية ومتوازنة. ندخل على النقطة الخامسة، وهي تفكيك القناعات الأساسية. الأفكار السلبية اللي عمالة تتكرر في دماغنا دي مش بتيجي من الهوا، هي في الغالب بتشاور على حاجة أعمق ومستخبية جوانا اسمها القناعات الأساسية. ودي عبارة عن معتقدات إحنا متبنيينها وعايشين بيها لسنين طويلة، وساعات كتير بتكون متبرمجة فينا من أيام الطفولة. القناعات الجاملة دي بتشتغل في 3 مجالات رئيسية: نظرتنا لنفسنا، زي إن حد يكون مقتنع إنه شخص غير كفء، ونظرتنا للآخرين زي فكرة إنه الناس دي مستحيل نثق فيهم، ونظرتنا للعالم بشكل عام زي اللي شايف إن العالم ده مكان خطير ومخيف. مجرد إدراكنا للنمط ده والتعرف عليه يعتبر هو المفتاح السحري عشان نقدر نفكك القناعات دي من جذورها ونتعلم العكس. وأخيراً، النقطة السادسة، الخطوات اليومية للتحكم في المشاعر. إزاي بقى نطبق الكلام ده بشكل عملي كل يوم؟ دي خطوات بسيطة نقدر ننفذها في أي لحظة ضغط أو توتر. أول خطوة نسمي الشعور القوي اللي حاسين بيه، يعني نقول أنا قلقان، أنا غضبان. تاني خطوة نصطاد الفكرة الساخنة اللي سببت الشعور ده. تالت خطوة نقدم الفكرة دي للمحاكمة وندور على الأدلة اللي معاها واللي ضدها. والخطوة الرابعة والأهم نكتب فكرة بديلة متوازنة. صدقوني مجرد تطبيق الخطوات دي بينزل مؤشر الضغط والانفعال بشكل فوري. وعشان نأكد على أهمية ده، العلم أثبت إن مجرد الفعل الجسدي المتمثل في مسك الورقة والقلم وكتابة الأفكار البديلة والمتوازنة بيغير استجابة الجسم العاطفية من الأساس، وبيقلل من حدة المشاعر السلبية بشكل ملحوظ جداً. يعني الكتابة هنا مش رفاهية أو حاجة ممكن نكسل نعملها، دي جزء أساسي من عملية العلاج والتعافي. وفي النهاية هنسيبكم مع سؤال قوي جدا عشان تجربوا تطبقوه فوراً. إيه هي الفكرة الساخنة اللي مسيطرة على مزاجكم النهاردة؟ وإيه هو الدليل الواقعي والحقيقي اللي بيثبتها أو بينفيها؟ جربوا تفكروا فيها وتحطوها في الميزان. شكراً جدا على متابعتكم للشرح ده، وياريت تبدأوا في تدريب عقولكم من اللحظة دي.